وهو ايه النظام الغذائي الواقعي والمتجرب اللي انا لو مشيت عليه اتخلص من الكرش. اقول لك يا سيدي تاكل 3 وجبات في اليوم ومفيش اي سناك بينهم، ولا شيبسي ولا بسكوتة ولا اي حاجة. في اليوم تاكل 3 حجم الكف كربوهيدرات، و2 حجم الايد بروتين، ونص حجم الايد خضار او سلطة، و2 كمان حجم الايد فاكهة وخضار، وقد كده بس دهون او زيت، و200 ملي لبن قليل الدسم او خالي الدسم. ولو مش بتحب اللبن يبقى علبتين زبادي خالي او قليل الدسم. اهو الناس اللي مشيت على النظام الغذائي ده دهون البطن او الكرش قلت 5 سنتي في شهر ونص. ده غير كمان انه كان في تحسن في حاجات كتيرة عندهم زي ضغط الدم والسكر والدهون في الجسم. وعلى فكرة في الدراسة دي كان في مجموعة تانية ما مشيتش على الدايت ده، كانت بتعمل تمارين البطن. وتمارين البطن دي يا سيدي كانت لمدة 10 دقائق في اليوم لمدة برضو شهر ونص. وهنا في المجموعة دي دهون البطن او الكرش قلت بس 2 سنتي، وده طبعا مقارنة بالمجموعة الأولى اللي نزلت 5 سنتي. وبالتالي الدايت بيبقى تأثيره أكتر من الرياضة. لكن أنت طبعا يا أبو خالو خليك حويط، اجمع الاتنين مع بعض، اعمل الدايت والرياضة كده هتيجي على الكرش جامد. طب ايه الخطوات اللي انا لو مشيت عليها عموما هقلل الدهون في منطقة البطن دي؟ اقول لك يا سيدي في 8 خطوات. رقم 1 واهم حاجة فيهم، الناس اللي عندها دهون كتير في الجسم ده معناه ايه؟ معناه ان الانسولين في الجسم عالي، وده الهرمون اللي بيخزن دهون في الجسم، وبالتالي لو عرفت اقلل الانسولين الدهون في الجسم هتقل. في دواء يا سيدي اسمه الميتفورمين، ده بيستخدم لمرضى السكر وفعال جدا لانقاص الوزن لانه بيقلل تكوين الجلوكوز في الكبد. ناس كتير ما تعرفش ان جسمك بيصنع الجلوكوز من الدهون، عشان كده الناس اللي لسه بادئه كيتو بيصحوا الصبح السكر عالي في الدم، لان الكبد بيصنع الجلوكوز من الدهون من البروتين من الكيتونز. المهم نرجع للميتفورمين اللي ليه اثار جانبيه وممكن يموت، عشان كده لا ينصح به لتنزيل الوزن. في عشب يا سيدي لنفس تأثير الميتفورمين اسمه البربرين. رقم 2 ما تاكلش كربوهيدرات كتير، الحد الأقصى في اليوم 50 جرام. رقم 3 كل ألياف وخضروات. أكيد طبعا هتسألني هي ايه الأكلات اللي فيها ألياف كتير؟ أقول لك البقوليات، الأفوكادو والتوت البري، وعندك كمان بذور الكتان الفلاكس سيد وغيرهم. رقم 4 وهو الصيام المتقطع، وده عملنا عنه حلقات قبل كده. رقم 5 تاخد معلقة خل تفاح في كوباية مية من 2 ل 3 في اليوم. رقم 6 تجنب أي أكل فيه زيوت مهدرجة ترانس فات، ونوع الدهون دي بتبقى موجودة في الزيوت، بعض أنواع الزبدة وبعض أنواع الأكل. عشان كده لما تيجي تشتري أي أكل اقرأ المكونات بتاعته كويس، وطبعا لو لقيتها موجودة فيه ما تشتريهوش. رقم 7 كل أكل فيه بروتين كتير. المهم يا سيدي أكل البروتين الكتير بيزود هرمون الشبع الBYY، ده بيقلل الشهية ويديك إحساس إن أنت شبعان. وكمان الأكل اللي فيه بروتين عالي بيزود الحرق في الجسم عندك وبيخليك تفقد وزن. رقم 8 أكيد برضو لازم نعمل تمارين البطن.